السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات يوميا حدث. لو انتقلنا مع بعض إلى قلب القاهرة وتحديدا في وسط البلد، حصلت كارثة ما نقدرش نسميها غير إن هي مرحلة خطر كبيرة جدا لكل المسؤولين. الليلة دي مش هتتنسي بسهولة. هو حريق ضخم قام فجأة في مبنى سنترال رمسيس، وهو واحد من أقدم وأهم مباني الاتصالات في مصر، يوم الاثنين 8 يوليو حوالي الساعة 3 العصر. وفجأة الناس شافوا دخان كتير جدا بيخرج من الأدوار العليا للسنترال، تحديدا من الدور السابع. في لحظات النار كانت بتاكل في المبنى. الحماية المدنية وصلت بسرعة جدا، معاهم 12 عربية إطفاء وسلالم هيدروليك، لكن النيران كانت سابقاهم لساعات طويلة. فضل الحريق بيشتعل، وكل ما يفتكروا ان هم سيطروا عليه بيشتغل من جديد. الحصيلة كانت مأساوية، 4 وفيات من ضمنهم موظفين في شركة الاتصالات. اكتر من 30 مصاب اتنقلوا لمستشفيات قريبة زي الدمرداش، القبطي، صدناوي والهلال. لكن الكارثة مش بس في الخسائر البشرية. مبنى سنترال رمسيس يضم مفاتيح الربط بين الشبكات الأرضية والمحمول. الحريق ده شل الاتصالات في مناطق كتيرة في القاهرة وبعض المحافظات. الانترنت بقي بطيء او مقطوع، خدمات الدفع الالكتروني زي انستا باي زي فوري اتوقفت. طب تأثير انقطاع الاتصال كان كبير جدا. اجهزة الاسعاف والمطافي والنجدة كمان اتأثرت في التواصل الداخلي. المستشفيات حصل فيها اضطراب في استقبال البيانات وتحويل الحالات. بعض البنوك اتوقفت عن تقديم خدمات إلكترونية. المواطنين ما قدروش يتواصلوا مع أهلهم، وده عمل حالة من الهلع. الطلبة والمذاكرة الأونلاين والخدمات الحكومية على الإنترنت كلها وقفت. كمان قطع الاتصالات هو مش مجرد مشكلة داخلية، ده تهديد مباشر للأمن القومي. الموضوع كبير. الجهات الأمنية بتعتمد على الشبكات في التنسيق والمتابعة. أي انقطاع مفاجئ بيفتح الباب قدام جماعات تخريبية وأعداء للبلد، وبيكون ليهم الفرصة لتنفيذ عمليات في عز انشغال الدولة. تخيل لو حصل هجوم إلكتروني من دولة معادية في نفس وقت الحريق، الوضع كان هيبقى إيه؟ هيبقى كارثة. الخصوم بيستفادوا من كشف نقاط الضعف، ولما يشوفوا منشأة حساسة زي دي بتتحرق ويتوقف معاها الاتصالات، يبقى الرسالة واضحة. في ثغرات كتيرة جدا وفي فرصة، وده نفس اللي حذر منه الرئيس السابق محمد حسني مبارك لما قال في أحد خطاباته: الاتصالات هي شريان الدولة الحديث، وأي تهديد ليها هو تهديد مباشر للأمن القومي. الكلام ده قاله من سنين طويلة، لكن النهاردة بيرن في ودنا أكتر من أي وقت فات. ولو بصينا حوالينا هنلاقي كمان حوادث تانية بتحصل بتفتح نفس الأسئلة. حادث الطريق الإقليمي، بقاله قد إيه الطريق الإقليمي اللي اتعرضت فيه شاحنات ضخمة جدا لحوادث غامضة ومميتة وسط غياب التوضيحات؟ هل المشكلة في طريق أسفلت؟ مشكلة فيه؟ مش ممكن يكون مشكلة في الأرض. أو حادث غرق حفار البترول العملاق في البحر، واللي اتقال وقتها ان هو سوء تقدير من كام يوم، لكن البعض ربطوا بأعمال تخريبية او اهمال متعمد. كل الحوادث دي بتقول حاجة واحدة: في حاجة مش مظبوطة، في خلل لازم يتصلح، لان التراخي او التعتيم مش هيحل المشكلة بل هيخليها تكبر. التحقيقات قالت ان السبب، يعني بداية التحقيقات كده بيننا وبين بعض كده، تحقيقات مش رسمية، ان السبب ماس كهربائي في السنترال، وحد تاني قال ان هو عقب سيجارة رموه. بس ده بيفتح ابواب اسئلة كتيرة. فين نظام الاطفاء التلقائي؟ فين اجهزة الانذار؟ الفاير سيستم ده فين؟ ازاي مبنى اتبنى من سنة 1927 ولسه بيشتغل بنفس المنظومة القديمة؟ وفي وسط كل ده بدأ الناس يسألوا: هل فعلا اللي حصل ماس كهربائي، ولا في احتمال يكون الحريق متعمد، خصوصا مع غياب منظومة الإنذار وتعطل خدمات حيوية زي الاتصالات والدفع الإلكتروني والتوقيت اللي حصل فيه الحريق؟ أسئلة مشروعة لازم التحقيقات تجاوب عليها، لأن لما منشأة حساسة زي دي تولع لازم نعرف مين المسؤول حتى لو كان مجهول. وزير الاتصالات كان خارج مصر، نزل
لموقع الحريق قال ان هم بيشتغلوا على استرجاع الخدمات خلال 24 ساعة. ال 24 ساعة دي مش كفاية ان انت توقف كل اللي انا حكيت فيه ده. انت في ثواني الدنيا تحتلك، يعني في ثواني. هل لازم نستنى كل مرة تحصل كارثة علشان نتحرك؟ اللي حصل مش مجرد حريق، ده كشف ضعف في البنية التحتية وسوء إدارة منشآت حيوية. وده بيخلينا نسأل، هل إحنا فعلا مستعدين ولا بنتعامل مع المواقف بعد فوات الأوان؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات وشاركونا بتجاربكم لو اتأثرتوا بالاتصالات في مصر أو خارج مصر. الناس اللي بتتواصل مع حد من خارج مصر قولوا لنا في التعليقات. مستني تعليقاتكم وبشكركم جدا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.